في يوم دراسي جميل، مريم كانت قاعدة بترسم في كشكولها ومركزة قوي، وكريم واقف يبص للرسمة بتاعتها ويضحك شوية ويقول لها: إيه ده يا مريم؟ دي رسمة ولا شخبطة؟ بعض الأطفال في الفصل ضحكوا، ومريم تتكسف قوي وتحاول تضحك، بس عينها تدمع وتقفل الكشكول بهدوء. ويجي ميعاد الفسحة ومريم قاعدة لوحدها ماسكة كشكولها وتقول لنفسها بهدوء وحزن: ما يمكن فعلا رسمي مش حلو. تزعل شوية وبعدين تاخد نفس عميق وتقول لنفسها بهدوء وثقة: لا، مش لازم أسمع لكل كلام وحش يتقالي. أنا بحب الرسم وهكمل فيه وده كفاية. ويجي ميعاد حصة الرسم، ومس ريم تدخل الفصل وتشوف كشكول مريم بالصدفة وتفتحه، تبص للرسمة وتبتسم وتقول لها: دي رسمة جميلة قوي يا مريم، مين اللي رسمها؟ ترد مريم بخجل: أنا اللي رسمتها. ترد مس ريم بإعجاب: انتي موهوبة بجد يا مريم، برافو عليكي. وتقف مس ريم قدام الفصل وتقول لهم: يلا يا ولاد، عايزة كل واحد فيكو يرسم نفس الرسمة اللي مريم رسمتها، بس كل واحد بطريقته. والأطفال يبدأوا يرسموا الرسمة وكل واحد بيحاول يجتهد فيها. كريم يحاول يرسم، يمسح ويرسم تاني، ورسمته تطلع مش مظبوطة. ولد تاني من الفصل يقرب ويبص للرسمة ويضحك ويقوله بهزار: ايه ده يا كريم؟ دي رسمة ولا شخبطة؟ والضحك ينتشر في الفصل، وكريم قاعد مكانه وشه يحمر ويبص في الأرض، يفتكر وهو بيضحك على مريم ويقول لنفسه: ياه، أنا وجعتها زي ما أنا حاسس دلوقتي. ويقول بصوت واطي لميس ريم وزمايله وهو مكسوف: أنا مش بعرف أرسم. ميس كريم يبص على مريم ويفتكر هزاره معاها. مريم تشوف كريم مكسوف وزعلان، تقوم تقرب منه وتقول له بلطف: ما تزعلش، تحب أساعدك؟ تعال نرسم سوا، كلنا بنتعلم. تمسك القلم وتشرح له بهدوء وتساعده خطوة خطوة، وهو يبدأ يرسم زيها، وبيلاقي رسمته تتحسن شوية بشوية، ويقول وهو مستغرب: بجد؟ أنا رسمت كده؟ مريم تبص له وتبتسم وتقول له: أيوة، أنت بتتعلم بسرعة. كريم قرر يقف قدام الفصل ويعتذر لمريم ويقول: أنا عايزة أقول حاجة، أنا ضحكت على رسمة مريم وده كان غلط. أنا آسف يا مريم. مريم تهز راسها وتبتسم وتقول له: ولا يهمك، المهم نفهم. ويكمل الأطفال يومهم بيرسموا مع بعض، والفصل مليان هدوء وضحك لطيف، واللي محتاج مساعدة من زميله بيساعده فوراً. وتقول لهم ميس ريم: مش كلنا نقدر نختار نبقى شاطرين في نفس الحاجة، بس كلنا نقدر نختار نكون طيبين ونساعد بعض وقت الحاجة. ومش أي حد يقول لنا كلمة وحشة عننا نصدقه ونسمعها. لازم نثق في نفسنا وفي طيبة قلبنا، والكلمة الحلوة بتعلم وتفرح وتبني صداقة قوية.